طبعا يعني وزارة الداخلية قالت ردا على، خدوا بال حضراتكم هنا، وزارة الداخلية ردت على بوست الأستاذة قصواء: لم يكن أحد يعلم أن الأستاذ أحمد رفعت تم القبض عليه، أو أن الأستاذ منذر الخلالي أو الخلالي تم القبض عليه إلا بعد بوست الأستاذة قصواء، اللي هي بالمناسبة يبدو أنها استردت تليفونها أيضا. فأعلن وزارة الداخلية على بيان قالت فيه: نعلن عن تهمة بالنسبة لمنشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي ادعت خلاله إحدى الإعلاميات، الحمد لله ما قالوش الإخوان، بإلقاء القبض على شقيقها رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الإخبارية وكذا رئيس تحرير ذات الموقع بدون وجه حق، وإخفاءهما دون تحديد مكان احتجازهما. بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل أنه في تاريخ 2 الجاري ديسمبر يعني تقدم رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية ببلاغ ضد الموقع المشار إليه لنشر التصريحات منسوبة له وبصورته الشخصية تحت عنوان دواجن فاسدة وملونة تغزو الأسواق، على خلاف الحقيقة، رغم عدم قيامه بإجراء أي أحاديث مع ذات الموقع. وبالعرض على النيابة قرار الضبط وإحضار رئيس مجلس إدارة الموقع ورئيس تحريره، وقد تم تنفيذ القرار وعرضهم على النيابة العامة لإعمال شؤونها، كما تم إحاطة نقابة الصحفيين على ضوء عضوية أحدهم بالنقابة، وأن جميع الإجراءات تمت في إطار من الشرعية والقانون. طب تعالوا نشوف يا جماعة، دي وزارة الداخلية بتقول ان الدجاجه طبعا الوطنيه، دجاجتنا الوطنيه، احنا مش عايزين كلام عن الدجاج الوطني بتاعنا، لانه الدجاج الوطني يا جماعه بيقلق، واي كلام عن اي دجاجه كده او كده دي سمعه دجاج، ما ينفعش برضه نودي ونجيب في سمعه دجاجاتنا. فبما انه سمعه دجاجاتنا يعني مساله بقت يبدو انها امن قومي، وما ينفعش حد يتكلم على انه الدجاج فيه مشاكل او امراض او كده، او انه له الوان مختلفه بناء على بيان وزاره الداخليه. فيبدو والله ورسوله اعلم والمؤمنين ان احنا يا جماعه في لحظه تاريخيه تحافظ فيها وزاره الداخليه على سمعه الدجاجه المصريه، دي اهم حاجه. طبعا اذا كانت سمعه الدجاجه المصريه ايضا سمعه الديك المصري، لانه مش معقول الأسرة المصرية بتتكون من دجاجة، يعني. فوزارة الداخلية هبت بجموع من رجالاتها الأشداء، لبسوا ماسكات غطوا وشهم، وقرروا انهم يروحوا للناس يقبضوا عليهم. خد بالك انت، مشي خيالك مع الحدث كما قالته الأستاذة قصواء، مش كما يقوله السيد الضابط اللي عامل بيان وزارة الداخلية. وراحوا احنا رايحين نقبض عشان موضوع سمعة الدجاجة، خلاص أنا فهمت، والنيابة طالبة، تمام. ايه اللي يستدعي ان وزارة الداخلية تاخد الكاميرات وتاخد الموبايلات وتاخد الاجهزة والكمبيوترات؟ هل الدجاج متصور صور مش ولا بد؟ هل في تهديد على الدجاج المصري؟ والله العظيم يبدو كأنني امزح، بس انا في الحقيقة بسأل اسئلة بتوضح لنا حجم المصيبة اللي احنا فيها.